بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنقول مع بعض، وتعالوا نعد مع بعض كده. ادي كده 100، ادي كده 200، 300، 400، 400 جنيه. ميزانية قلتلي قالت لي عليها انها عايزة تعمل ب 400 جنيه الاسبوع كله. عندها التموين، بس عايزة تعرف الميزانية بتاعتها دي هتمشي بيها الاسبوع ازاي، لان جوزها على باب الله وبيقبض كل اسبوع، والسوق عندها يوم واحد بس. تعالي بقى، يا ريت تسمعي الفيديو ده وتشوفيه كويس، عشان ممكن ينفعك في حياتك انت كمان، وهي برضو تستفاد معانا. قبل ما ابتدي الفيديو بس احب اعرفك بنفسي. انا اسمي السيدة حسن، دي قناتي بتضم التدبير والتوفير وكل الحاجات اللي احنا ممكن نعملها في بيوتنا ان شاء الله باذن الله. وطبعا انا بشكر كل الناس القدام اللي عندي، اللي من ساعه ما فتحت القناه، طبعا على دعمكم وعلى التعليقات الجميلة اللي انتوا بتقولوها، واللايكات اللي انا يعني بصراحة مش بتنسوني فيها. وطبعا كل واحدة جديدة عايزة تشوف القناة وتشوف الفيديوهات، طبعا انا بيشرفني وينورني ان انتي تبقي موجودة معانا وتشتركي معانا ان شاء الله في القناة، وهتستفادي بإذن الله. متنسوش بقى نحط اللايك والاشتراك ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. تعالوا بقى مع بعض نشوف الميزانية بتاعتنا هنعمل ايه في الاسبوع كله. وهتروحي انت قلتي ان السوق عندك يوم واحد، هقولك بقى يبقى معاكي كام وهتجيبي ايه من السوق. تعالي بس مع بعض كده. يوم السبت، انا مش عايزه اطول عليكم، عايزين الفيديو يبقى قصير كده عشان ان شاء الله باذن الله يبقى ايه تستفادوا كده بكل كلمه فيه. السبت هنجيب جناحات وهنعمل ملوخيه، الجناحات ب50 جنيه والملوخيه ب10 جنيه، ادي كده 60 جنيه. الحد هنعمل عجة وبطاطس، هنجيب ب15 جنيه 3 بيضات، و5 جنيه خضرة، و5 جنيه طماطم. يعني هما وحدتين تلاتة، فأنا حسبتهم انهم نص. وب10 جنيه بطاطس، انا لسه جايباها معاكم الفيديو اللي فات. يبقى كده 35 جنيه هتعملي صينية عجة وشوية بطاطس محمرين للولاد. طبعا هي قالت لي انها عندها الخزين، فاحنا ما حسبناش الخزين معانا. تاني حاجة، يوم الاثنين هنعمل مكرونة باللحمة المفرومة. هتجيبي ربع لحمة مفرومة بس هتقسميه على مرتين. مرة هنعملها مكرونة بالصلصة كده باللحمة المفرومة، ودي هتكلفك ربع لحمة 50، 15 نص مكرونة، 10 الصلصة بتاعتك، ادي كده 75 جنيه. يوم التلات هنجيب ربع لحمة. قدامك بقى يا تعملي بامية يا تعملي السبانخ، نزلت بصراحة عشان انا جبت سبانخ، فالاسبوع ده ان شاء الله باذن الله هنعمل سبانخ. ف75 جنيه لحمة ربع اللحمة، و15 جنيه سبانخ، و10 جنيه طماطم، ادي كده 100 جنيه في اليوم ده. معلش اليوم ده بقى ايه، هنحبش فيه شوية، هنضيع 100 جنيه بحالها. الاربع كشري اصفر، اللي هو عدس ورز، عدس اصفر ورز. 15 نص رز، 15. انا قبل ما انسى، هي قالت لي ان هم 4 افراد، فانا بتكلم على 4 افراد. ماشي يا حبايبي؟ ولو وصلتوا هنا بالله عليكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك، عشان في ناس بتقولي الفيديوهات مش بتوصل لنا. انت بتعملي ميزانية ومش بنشوفها، فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. 15 الرز، 15 العدس الأصفر، 20 كمان البيض، ال4 بيضات. طبعا أنا حسبت 4 بيضات ليكي ولولادك، يبقى كده 50 جنيه بالظبط. الخميس بقى هنعمل مسقعة باللحمة المفرومة اللي هي فاضت مننا. احنا هنجيب ربع لحمة، وطبعا هنعمله بالتوابل بتاعتنا. حطيه بعد ما تتبليه وتعمليه بالبصل والجزر والفلفل وكل حاجة. اقسميه على نصين، حطي في علبة كده من العلب البلاستيك واقفليها، حطيها في الفريزر. لما تيجي تطوزيها تطلعيها، عايزة تعملي مكرونة بالبشاميل، عايزة تعملي بطاطس باللحمة المفرومة، عايزة تعملي مسقعة، اللي انتي عايزاه كله هتلاقي عندك اللحمة المفرومة جاهزة عندك. وفي ناس بتشيل اللحمة وبعدين تطلعها تتبلها زي حيالات كده، براحتك برضو. لو عايزة تشيليها يعني مستوية عادي، ولو عايزة تعمليها اول باول تقسمي مثلا على نصين وتعملي كل مرة نصها، براحتك برضو. مسقعة باللحمة المفرومة، كل اللي هنجيبه بقى، ما احنا عندنا اللحمة، فهنجيب ب10 جنيه بتنجان. انا جبت ال2 كيلو بتنجان ب15 جنيه. ممكن انتي تجيبي كيلو واحد بس ب10 جنيه، وهتستخدمي ب10 جنيه الطماطم، لان الطماطم غلت شوية ب12 وب10 وكده. فبصراحة يعني ايه، مش عارفة ايه حكاية الطماطم. المهم يعني لو عاملة صلصة في الفريزر
يبقى هنلغي ال10 جنيه بتاعة الطماطم. ادي كده اليوم ده هنصرف 20 جنيه. الجمعة هنعمل خلطة محشي. عايزة انتي بقى عندك كرنباية، عندك حاجة في البيت، بس انا متهيألي خلطة المحشي دي كلنا بنعملها، وهي بتبقى جميلة جدا وسهلة وسريعة والاطفال بيحبوها. بدل ما يفضلوا يفكوا المحشي ويطلعوا اللي جواه، لا اعملي لهم خلطة المحشي، والله بقولك بتبقى جميلة جدا جدا جدا. طيب، خلطة محشي، وهنجيب ربع بانيه معاها. ربع البانيه قولي للراجل يقطعهولك 4 حتت، عشان انتوا 4 تنفار عادي، يعني ممكن تقولي له قطعهولي 4 حتت. او ممكن هو يقطعه وانتي بقى تقطعي في البيت حسب ما انتي عايزه. ممكن تعمليه ستريبس حتت كده شرايح وتقليه، برضه هيبقى جميل قوي قوي بالنسبه للاطفال. خلطه محشي وربع بانيه. هنجيب ب5 جنيه خضره محشي، ب5 جنيه انا حسبت هنا الطماطم انا بعملها يعني مش بعمله بصراحة مسبك. فشوفي بقى انتي هتعمليه مسبك ولا بتعمليه ايه. انا بعمله ني في ني كده يعني، مش بسبك الطماطم، انا بخرطها عادي فيه. وكمان 50 جنيه البانيه. وطبعا انتي قلتيلي اللي عندك الرز وعندك الحاجات في البيت، فان شاء الله باذن الله يبقى ايه، ادي كده 60 جنيه. يبقى كده المجموع 400 جنيه. طيب انا عندي السوق يوم واحد بس، وعايزه انزل اشتري حاجتي. طيب هقولك بقى هتجيبي ايه من السوق. هتجيبي ربع بانيه خلاص، ربع لحمه مفرومه ب50، وربع بانيه ب50. هتجيبي ربع لحمه. انا بقول برضو يا جماعه بالاسعار اللي عندي، مش عارفه عندكم الاسعار ايه. هتجيبي جناحات 50. ادي كده ايه، بصي معاكي 150 و75، ادي 225. هتجيبي بقى كيلو ملوخية. ربطة الملوخية عندنا هنا ب5، مش عارفة عندك بقد ايه. عايزة تجيبي نص، عايزة انتي مفرزة في الفريزر براحتك. هاتي بقى ايه، انا حطلك 10 جنيه. لو عرفتي تجيبي ب5 حلوة قوي. هتجيبي كيلو بطاطس ب10 جنيه، لان احنا حاطين في المنيو بتاعنا او الميزانية بتاعنا بطاطس. هتجيبي كمان بصل، الكيلو ب10 جنيه. انا جايباه ب8، كيلو وربع ب10، بس صغير كده يعني، وريتهولكوا الحلقة اللي فاتت. هتجيبي طماطم 20 جنيه طبعا، لان اقل حاجة ب10، فهتجيبي 2 كيلو ب20 جنيه. هتجيبي بدنجان ب10 جنيه. هتجيبي خضرة محشي ب5 جنيه. السبانخ انا جبت الرابطة ب15 جنيه. يبقى كده يبقى معاكي 300 جنيه. هتجيبي الحاجات دي، و100 جنيه بقى هتسيبيها للرز وللمكرونة والحاجات اللي احنا قلنا عليها، البيض، الحاجات اللي انتي هتستغليها طول الاسبوع. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب دايما تكونوا بصحة وبخير. وادي ال400 جنيه بتاعتنا، عملنا بيهم الميزانية، هنمشي بيهم الاسبوع. اسرة 4 افراد، ميزانية 400 جنيه. ما تخافيش يا ستي، سيبيها على الله، كله بالستر هيمشي وكله هيهون. يا رب دايما تكونوا بتستفادوا بالفيديو، وما تنسوش ارجوكم اللايك والاشتراك في القناة. وكل حد جديد بيخش في القناة بحبكم، وكل القدام بتوعي بحبكم. ويا رب دايما تكونوا بصحة وبخير، وبألف ألف ألف صحة وسعادة. بحبكم، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.